ممتاز. يلا يلا الله 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 الله. هدف اول بليبروفيل. كما قلتها لكم، العناصر الوطنية قادرة على تخطي الجابون، قادرة على تخطي الجابون اليوم. هدف اول للعميد حسين خرجة، 70 مباراة دولية، يسجل 8 هدف دولي. لا يا سلام اليوم. الهدف الأول يحق لكم أن تتفاعلوا بهذه الطريقة. قلت لكم أن العناصر الوطنية تتفاعل بشكل إيجابي مع الدقائق الأولى من المباراة. الروح التي يمتاز بها كل مواطن مغربي حاضر اليوم بليبروفيل. مشات كرة للمنتخب الجابوني، ما كاينش خطأ. بكري قاسما يمنح ضربة خطأ للمنتخب. كرة في التماس صعيبة. أوباميانغ يسجل هدف التعادل. أوباميانغ يسجل هدف التعادل. وقت صعب من مباراة المنتخب الوطني ومنتخب الجابون. دخول الجمهور لأرضية الملعب، دخول الجمهور لأرضية الملعب. هو حلم جميل، نتمنى أن لا ينتهي اليوم، هنا دخول جمهور أرضية الملعب. عدد كبير من الجماهير الجابونية يدخلون أرضية الملعب هنا بليبروفيل. لازم اللاعبين يحافظوا على هدوءهم، إريك مولونجي بن عطية. صعيبة. عادل تعربت. ضاعت تحولات المنتخب الجابوني. لازم الحفاظ على التركيز، لا يدوز على خير. يعني لا يجب إكمال المباراة في الظروف التي تحصل هنا بملعب ليبروفيل. الجابون متفوق ب2-0، هدفين مقابل هدف واحد للعناصر الوطنية. حسين خرجة وديدي أوفونو. حسين خرجة وهدف التعادل. مازال الوقت 6 دقائق من الوقت المضاف. هدفين بين المنتخبين الجابوني والمنتخب الوطني. عودة في المباراة من نقطة الجزاء. 6 دقائق.
6 دقائق وتنتهي المباراة. سيناريو دورة مصر 2006 يتكرر اليوم. شكرا لكم، إلى اللقاء.